اهلا وسهلا بلي فان ديالنا متتبعين ديال صفحه سكيزوفرين، توحشتكم بزاف. قبل ما نبداو اللايف ديالنا بطبيعه الحال نبغي كل شيء يدخل عندنا بعد. مرحبا بالجميع المتتبعين ديالنا، محبينا اينما كنتم. بغينا هذا اللايف هذا يكون رقم قياسي لان الموضوع جد مهم. كلشي بارطاجي، اي واحد كيدخل دابا يبارطاجي. تبارك الله 968 واحد اللي حاضر معنا، 1223 تبارك الله، 1400. زيد دخلوا داركم والباج ديالكم، وحنا كعائله بطبيعه الحال كنبغيو نجمعوا. السلام عليكم ايوب، السلام عليكم عمر. به كلشي مرحبا. مازال معتزلتي كنضرب لوطار انا شنو ماشي ما فيش اعتزال. هذه دارنا وهذه باج اللي من خلالها كنلتقيو بكم وكنحاولوا نناقشوا مواضيع. بطبيعه الحال كنحاولوا نضحكوا بعض المرات، وغير هو ملي كتكون الهم كثير فضروري ما تهضر في المعقول شويه مره. وليتي بوق. شنو هي وليتي بوق؟ مصطفى مرحبا خويا مصطفى، مرحبا امين. 2700 تبارك الله. حضور جد مهم. مرحبا. الموضوع ديالنا اليوم بطبيعه الحال، قبل ما من بطبيعه الحال نعطيو واحد جوج دقائق على ما يدخل الناس كاملين. الموضوع ديالنا غيكون هو الموضوع اللي كيتكلم عليه اللي جاي واللي غادي، والصحافه المغربيه والتلفازه المغربيه والشارع المغربي والجنون اللي كاينين في المغاربه، ولا كيتكلموا على الموضوع ديال عزل رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس، من بعد العوده ديالو من الرحله الطويله اللي كانت في افريقيا تبارك الله، خمسة وخميس. قبل ما نبداو في الموضوع وندخلوا في الموضوع، بغيت كل شيء بارطاجي. دابا حاليا تبارك الله رقم قياسي 3600 متتبع لهذا اللايف اللي حاضرين حاليا. بغيت كل شيء هادو يبارطاجيو باش اللايف يزيد يوصل اكثر، لان هادشي اللي غنقولوه بالنسبه لي انا مهم، وهذا رايي شخصي يعني منطق ديالي وديال برنامج سكيزوفرين، فبغينا نتقاسموه معكم وما كرهناش ان الميساج من خلالكم طبيعه الحال يوصل. تبارك الله 4000 مشاهد في مده وجيزه. انا جد فخور بالمتتبعين ديال لاباج ديالنا. المسلسل باين، عبد اللطيف نورجي قال لك مسلسل باين. كلشي تفرج في المسلسل وكلشي عارف شكون المخرج وكلشي عارف شكون الممثلين وكلشي عارف شكون اللي غيموت في الاخر وشكون عارف البطل. وحنا المشاهدين كنتفرجوا في سميتو مسلسل اين ابي. بارطاجيو. عندنا جوج دقائق وندخلوا في الصح، نقراو لي كومونتير ديال الناس اللي كاينين حاضرين معنا. ياسين مرحبا، عماد البرساوي مرحبا، حسن بقشاوي مرحبا، رضوان مرحبا، تبارك الله 4600 4700 مشاهد تبارك الله. بارطاجيو وان شاء الله الرساله غتوصل ونحطموا رقم قياسي في هذا اللايف، ولكن يكون بالعامر. خلينا من اللايف ديال ندخلوا نوريكم كيفاش ديروا كيفاش دير الطبل، كيفاش دير تشعل كارو بصبع واحد، كيفاش دير بزاف ديال الحوايج، كيدير تنقش هنا وكذا سميتو. ما عندناش ما هادشي، كنعرفوا نديروا غير هادشي اللي كنديروا فيه دابا. تماسيح والعفاريت و5000 تبارك الله. نبداو. ففي الحال وحنا هاد الفتره هذه قلنا نتكالما واحد شويه، ولا ربما نبعدوا عن النت واحد المده وجيزه، ماشي اعتزالا او لا سالينا ولا شي حاجه، ولكن فقط لاننا كنا كنوجدوا الشو ديالنا اللي هو غيكون عرض بطبيعه الحال اللي من خلاله بغينا نقرب المدن المغاربه كاملين، يعني كعرض اول من نوعه لسكيزوفرين اللي غيكون هادشي بطبيعه الحال اللي خلاونا حنا. هذا ما في يد الله، نقدروا نساليو كاع في الاخر يقول لك انت سيدي تقدر تطلع وتقول لنا شي حاجه ماشي هي هذيك وكذا. حنا سيدي كنديروا الكوميديا الساخره، كنديروا الكوميديا الهادفه اللي ما كنسبوا، ما كنعيروا حد، ما كنتهجموا لا حد، وما عندناش شي مصالح اللي ضد البلاد بطبيعه الحال. هذا ميساج بغيت نوصلو قبل ما يكمل الشو. وحنا كنوجدوا قلنا نبعدوا واحد شويه، ندخلوا سوق راسنا، نخليو الامور تمشي. الانترنت راك عارف بنادم كيهضر، الصحافه كتهضر، الناس كتهضر، خلي الامور. واحد الموضوع هذا ديال رئيس الحكومه، بحال هذا الموضوع هذا ديال رئيس
الحكومه موضوع شويه قاصح ويمكنش تجاوزوا ببساطه. اخوان، وصلني واحد الميساج دابا، المهم نلخر ونقرا لكم. واش هذا الشيء يعني هذا الشيء اللي واقع دابا حاليا واش اعتباطي، واش عشوائي، واش ديرونجاني واحد الميساج وحق الله العظيم ما فهمتش. انا ملي كنبداو اللايف كيصيفطوا لينا شي وحدين يبداو يصونيو ويبداو يبسطونا باش اللايف يتعكس. سمحوا لي نشوف ما كيتبلوكاش. نبداو على بركه الله. كاع الناس اللي كيتبعوا معنا هذا اللايف هذا يبارطاجيو. العداله والتنميه نبداو حنا نقولوا حنا نبداوها من القديم. العداله والتنميه حزب كوبي كولي للاتحاد الاشتراكي. يعني حزب الاتحاد الاشتراكي ديال شحال هذه، ماشي ديال دابا اللي فيه 100 خيات، فيه الشجار اللي بطبيعه الحال اللي يجيني من اشباه السياسيين بعيد عليه السياسه. فانسان اللي ربما اللي شفت واحد يلاه لاح دابا واحد ديك سميتهم في قفص السهام قال واحد الهضره اللي بينات على المستوى ديالو. فانسان ماشي تنحيدوه من الحكومه او لا تنبعدوه سياسيا او لا تيطيح كما كنقولوا عاد تخرج تبدا تسب فيه وتقول لي هضره ديال العيالات هضره. المهم المستوى ديالو بان، فتوجه بشي كلام اللي هو شويه ما مأدبش لرئيس الحكومه، وهذا الشيء يجعل منه انه سياسي بعيد جدا على حق السياسه المحترمه اللي خاصها تكون في البلاد. قلت لكم العداله والتنميه بالنسبه لي كانت بحال الاتحاد الاشتراكي قديم. يعني كانت حزب اللي اولا كانت جات هي كحزب اللي قريب للشعب، حزب اللي يعني الطريقه باش كيعمل بوشا بوش او لا بوشا بوش انا بوشا او غاي، يعني من التحدث بحال مع الناس، تواصل معهم، تعاونهم في الجامعات، في الجمعيات، الدروبه. كانت قديمه العداله والتنميه كذا كينتشروا. خلينا داكشي ديال 200 درهم وديال المرقه وداك الشيء اللي تعودنا عليه في السياسه المغربيه المرقاويه القديمه. في 2011 بحال كان جا داك الشيء ديال الربيع العربي، داك الحمله العربيه اللي دارت على بزاف ديال الدول، وكان النظام المغربي في ورطه. فنقول لكم كيفاش كيفكر بالنسبه لي انا النظام المغربي كان في ورطه. فكان خاصو ينقذ الموقف، هو كان خاصو ينقذ الموقف باقرب حزب للشعب المغربي ايديولوجيا وفكريا وحتى في البساطه ديالو. وكان العداله والتنميه هو الحزب اللي غادي ينقذ النظام المغربي في هذيك الوقيته. فتما فين ولا تما فين جبنا بن كيران ودرنا عطينا رئيس حكومه وقلنا له سيدي ها كان تحكم منك للشعب. وحنا المغاربه بطبيعه الحال كدوله اسلاميه، حنا دوله اسلاميه، فعزيز علينا الناس اللي كيهضروا في الدين. يعني كان التعاطف ديالنا ديما كيميل الايديولوجيه ديالنا اللي هي الدين ديالنا الاسلامي. فالنظام استعمل هذه كورقه رابحه. جبنا العداله والتنميه، تكالمات الامور. وحنا بطبيعه الحال حنا راه يعني باش نكون معكم صريحين حنا بعادين جدا على مساله ديال الربيع العربي. يعني ما يجيش معنا حنا داكشي ديال الصداع وكذا ديال هذه البلاد هذه. يعني الامور اللي تقدر تمشي تكون فيها مزيانه هو الاستقرار، غير هو النظام المغربي. يعني ربما يقول لك الباب اللي دخلني مرنو الريح نسدو، يعني في سابق الاحداث. وكان نستعمل انا العداله والتنميه كورقه. غير هو العداله والتنميه ملي غنجيبها غتقدر تخلق لي مشكل. تقدر الا حكمت لي 5 سنين وزادت 5 سنين اخرى غتقدر تجدر مزيان، حيت هما ناس اللي كما قلت لكم كيعرفوا يتعاملوا، ناس اللي كيعرفوا يوصلوا رسائل، ناس اللي كيعملوا فوق الارض، يعني فوق ارض الواقع، يعني كيخدموا. والدليل هو انه في الانتخابات المحليه السابقه نجحوا وخلاوهم داروا لهم بالعاده ديك اللعيبه ديال ننجحوكم باش ندخلوكم